تكوين بيئة الخير. أين يكون بيئة الخير؟ في مكان ليس فيه شر، في بستان، في حائط من حوائط بني ظفر. فحددوا المكان للقاء. وبعد ذلك أخذ أسعد بن زرارة مصعب بن عمير، وبدأ يطوفان على بيوت الذين كانوا قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة حتى ينضموا إليهم. وذكر ابن إسحاق رحمه الله قال: فانضم إليهم بعض ممن أسلم. إيش معنى لماذا لم ينضم إليه جميع؟ لأنهم في جولتهم هذه لم يجدوا الجميع، فالذين وجدوهم التحقوا بهم في هذا المكان. أول عملية قاموا بها ما هي؟ التشاور. أول من سن التشاور أهل المدينة. هناك من الناس من يعتقد ويقول بأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور أصحابه، وقال له: وشاورهم بالأمر. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فالله تعالى نوه بهذا التشاور وقال: وأمرهم شورى بينهم. لا، في التنزيل نزلت وأمرهم شورى بينهم قبل وشاورهم في الأمر، لأن نزلت في أهل المدينة الذين كانوا يتشاورون فيما بينهم قبل أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر الله تعالى هذا العمل وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يشاور أصحابه. أول عملية قاموا بها التشاور. فوصل الخبر إلى سيد القوم، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيد قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما كان مشركا على دين قومه. كانت هناك علاقة أسرية، علاقة عائلية بين سيد القوم سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة الذي جاء مصاحبا وهاديا هداية إرشاد للطريق من مكة إلى المدينة. لماذا؟ يهديه ويدله الطريق من مكة إلى المدينة لأنه ابن المدينة، وكذلك يدله على الناس: هذا فلان هذا فلان. فكان ابن خالته. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت لكفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. وهنا عندما يكون الداعي إلى الله من أهل البلد يخفف وطأة المعارضة، يخفف وطأة المعارضة لابد، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. الصد لابد أن يكون، ولكن عليك أن لا تصد. فأخذ أسيد بن حضير حربته وانطلق إليهما، وسعد بن معاذ جالسا في ناديه مع جماعته. جاء بحربته، رآه أسعد بن زرارة مقبلا، فقال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. فقال له: انتبهوا لهذه الوقفة وهذه اللفتة في فقه الدعوة، كيف نتعامل مع الناس. قال: إن يجلس أكلمه. وورد في رواية: إن كلمني أو إن يكلمني أكلمه، إن يجلس أكلمه. أول عملية عليك أن تجلس الناس إذا أردت أن تنزل عليهم أو تكون سبب نزول رحمة الله عليهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، في مجلس إيمان. ولو أتيت بإنسان أعدى عدو للشيطان هو الداعي إلى الله. لماذا؟ لأنك في لحظة واحدة تفسد كل ما قام به إبليس لسنوات. هو يهيئ شخصا لكي يدخل جهنم، وينتظر أن يموت هذا الإنسان الذي بينه وبين جهنم أن يموت، وتأتي أنت الداعي إلى الخير باللين والرفق، وتجلسه في مجلس إيمان يذكر فيه الله تعالى، ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلى فيه كلام ربنا جل وعلا، فتنزل الرحمة والسكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقول ربنا جل وعلا في آخر المجلس: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تساءل الملائكة تساؤلا استفساريا حتى لا يترك الله تعالى المجال لمفسر كي يفسر أو مؤول كي يؤول، حتى يقول: يغفر لهؤلاء وليس لهؤلاء. يا الله، ملك من الملائكة قال: يا الله، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة.
فقال رب العزة وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا الله فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عندما تجلس إنسانا وتعرضه لرحمة ربه جل وعلا ويغفر الله له ما تقدم من ذنبه، هل يحبك إبليس؟ والله إنك الآن قد اتخذته عدوا. لن نتخذ الشيطان عدوا وقد أمرنا ربنا جل وعلا بذلك. لن نستطيع اتخاذه عدوا لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بحج. وفي صلاتك يبعث لك من أبسط جنوده وأبسط ذريته خنزب. خليك ما تدري كم قدمت كم صليت بما صليت، اذكر كذا ونحن نستجيب بسرعة. لهذا أخشى ما يخشى منه الشيطان هو الدعوة. عندما يسمع الدعوة يفر وله ضراط. أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم. أتحب أن يحبك إبليس؟ والله إن عملا كهذا يغضب الشيطان ويرضي الرحمن. ألا نرضي ربنا جل وعلا؟ بلى، علينا أن نرضي ربنا جل وعلا. إذا أردت أن ترضي ربك عليك أن تكون سببا لهداية الناس. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقبل بحربته. انظروا إلى عداوته للإسلام. هناك من الناس من يعادي الإسلام نظرا لجهله به، وهناك من يعادي الإسلام لأن في قلبه والعياذ بالله البغض على الإسلام وحرم هذا الخير. ولكن كثير من الناس حرموا هذا الخير لأننا أسأنا عرض الإسلام عليهم. ربما نحن كنا حجر عثرة في طريقهم. لسان حالنا يقول للناس إياكم أن تسلموا. عشت في أوروبا فترة وكان عندما يكرمني الله تعالى بإسلام بعض المسلمين الجدد أول ما كنت أقول لهم إياكم أن تحاولوا أن تفهموا الإسلام من خلال المسلمين. إياكم أن تحكموا على الإسلام من خلال المسلمين. هذا ظلم وهضم للإسلام إذا حكمنا عليه من خلال أخطاء المسلمين. ركز قابلهم بحربته. وقف عليهما متشتما فقال أتغشانا في دارنا بما نكره؟ يكره. انظروا في لحظة سيتقلب القلب وسيتغير كل شيء. أتغشانا في دارنا بما نكره؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. الداعي إلى الله لا يواجه الجهل بالجهل. الداعي إلى الله يواجه الجهل بالحلم. وإن واجه الجهل بالجهل الذي ينتصر هو الشيطان ودعوة الشيطان. فلم يتكلم أسعد بن زرارة لأنه لم يكن معينا لكي يكون متكلما، عين ليكون هاديا دليلا من مكة إلى المدينة. أما الذي عين للدعوة ولتعليم الناس آنذاك هو مصعب بن عمير. فتكلم مصعب وقال أو تجلس فتسمع. انظروا إلى الحلم، انظروا إلى الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال أنصفت. فركز حربته وجلس إليهما فحدثه مصعب عن الإسلام وقرأ عليه القرآن فقال فيما يذكر عنهما فوالله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله، وفي رواية في إشراقه وتهلله. مسلم دقائق. انظروا عندما تقلب القلب كل شيء تغير. فقال لهما ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ السؤال كان مطروحا وننتظر من الجواب أن يكون نغتسل ونتطهر ونطهر ثيابنا ونشهد شهادة الحق ونصلي ركعتين. ولكن الجواب كان غير ذلك. لماذا؟ لأنه ما عرف الإسلام في وجهه. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. كان سؤاله ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له تغتسل. ما قال نغتسل، تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. مسلم دقائق كيف فهم الإسلام، ونحن مسلمون منذ عقود
عقول كيف فهمنا الإسلام. قام في اللحظة نفسها، اغتسل، تطهر، طهر ثوبيه، شهد شهادة الحق، صلى ركعتين. مسلم دقائق تغير فكره، فكر دعوي ولسان غير بياني. قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، مش بكرة، غدا ولا بعد غد، لا، الآن. كل إنسان يعرف كيف يتعامل مع جماعته، ويعرف الزر المناسب الذي يجب عليه أن يضغط عليه حتى يقيم هذا الإنسان. وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. انظروا نتائج الشورى والتشاور.